فزي ما بقول لك فيريرا ادرك خطأه وقدر ان هو يعدل في الشوط الثاني الموازين، وسحب شيكوبانزا ونزل المعالي ونزل ادم كايد ودخل ناصر ماهر قلب الملعب ونزل سيف جعفر. طبعا شكل الزمالك اتغير 180 درجه، وده بالظبط اللي ظهر في الجون الاول لنادي الزمالك. من بدايه قطعه سيف جعفر للكوره عند منطقه جزاء الزمالك، وبص الكوره المعالي، اللعيب اللي عنده لمسه كويسه قوي اللي حطها في مساحه للجزيري اللي من وقت نزوله عمل قلق، حتى وان كان الفينش بتاعه مش احسن حاجه، ولكن عمل قلق بتحركاته وسرعته على الاطراف تحديدا. اللي عمل واحده بالعرض بقى لمحمد شحاته، وشحاته بلمستين استلم وسلم ادم كايد. وبص بقى على لمسه اللعيب الصايع الفنان. بالمناسبه ادم كايد ده يا جماعه مشروع لعيب بكواليتي رهيب ممتاز، اللي اظن والله اعلم الراجل ده لما يحط رجله في الملعب وياخد ثقه اكتر من كده هتشوفه مشروع لعيب جبار في نادي الزمالك. استلم ادم وبلمسه ساحر بكل سهوله في منطقه الجزاء، سلم ناصر ماهر اللي عمل الفنت بجسمه بيمينه وشماله، وخد الكره بالشمال وحطها باليمين عشان تسكن شباك محمد بسام وتعلن الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقه 85. فيحسب لفيريرا التعديل في الشوط الثاني، ومع مرور المباريات الراجل ده هيقدر يقف على التشكيل المناسب لنادي الزمالك.